ازيكم يا ابطال في فيديو جديد. في الفيديو ده هكلمك عن افلام انيميشن حلوه جدا بس مش مشهوره، في منهم كتير من ديزني وبيكسار بس برضه ما خدوش الشهره كافيه زي افلام تانية. في الفيديو ده ممكن نشوف افلام انت ممكن تكون عارفها وافلام تانية ممكن برضه ما تكونش عارفها، فكمل الفيديو لاخره وقول لي عرفت كام فيلم منهم وهل كنت بتحبهم ولا لا. ومن غير ما اطول عليك صلي على النبي ويلا بينا نبدا الفيديو ده. تيراسول بلانيت او كوكب الكنز المفقود. ليه الفيلم ده تحفه وفعلا يستاهل وقتك؟ الفيلم ده هو رومانسيه الخيال العلمي فابحث وراه. القصه مقتبسه عن روايه وهي روايه جزيره كنز كلاسيكيه، بس بدل ما السفينه بتمشي في البحر دي بتمشي في الفضاء، وبدل ما هو فضاء اسود وفاضي زي اللي بنشوفه في افلام تانية، الفضاء هنا اسمه الايزر، مليان الوان سحب ارجوانيه ومخلوقات فضائيه بتسبح كانها كده حيتان. بصريا الفيلم ده كان انتحار فني لشركه ديزني بس بالمعنى الايجابي. هم قرروا يدمجوا الرسم اليدوي اللي هو 2 دي اللي بنعشقه في ملامح الشخصيات مع خلفيات وسفن 3 دي معموله بكمبيوتر بدقه يعني ممكن تقول جباره في وقتها. النتيجه لوحه بتتحرك، مشهد جيم هوكنز وهو بيتزحلق على اللوح طايره وسط السحب مع الموسيقى، ده مشهد يخلي شعرك يقف من كتر الجمال. اما بقى القصه فالعلاقه بين جيم المراهق المتمرد اللي والده سابه وهو صغير وبين جون سيلفر قرصان اللي نصه انسان ونصه آلة هي قلب الفيلم. سيلفر هنا مش مجرد شرير، هو الاب البديل اللي جين كان محتاجه. اللحظه اللي سيلفر بيقول فيها الجيم انت عندك نار جواك ولو ركزت هتعمل حاجات تبهر العالم، دي لحظه تدرس في كتابه الشخصيات. طب ليه الفيلم ده اتظلم؟ هنا بقى الحزن كله. الفيلم ده اتذبح من ديزني نفسها. اولا ميزانيه الفيلم كانت ضخمه جدا حوالي 140 مليون دولار، وديزني في الوقت ده كانت بدات تخاف من الرسم اليدوي وعايزه بقى تروح لل 3 دي كامل زي بيكسار طبعا. ثانيا ودي المصيبه الاكبر، هم نزلوه في السينما في نفس الوقت اللي كان نازل فيه فيلم هاري بوتر الجزء تاني وفيلم جيمس بوند، يعني حرفيا رموه في وسط الحيتان عشان يغرق. ده غير ان التسويق بتاعه كان غلط، الناس ما كانتش فاهمه وده فيلم قراصنه ولا فضاء، فالنتيجه كانت خساره تجاريه ضخمه خلت ديزني تركن النوع ده من الافلام في الدرج وتنساه، رغم انه فنيا يعتبر قمه ما وصلت ليه السينما اليدويه. اطلانتس ذا لوست امباير. الفيلم ده بالنسبه لي بصريا مالوش زي. لو انت بتحب المغامره الاستكشاف وجو انديانا جونز يبقى اطلانتس ده معمول عشانك. الفيلم ده خرج بره فورمه ديزني المعتاده، مفيش فيه اغاني كل 5 دقايق، مفيش فيه اميره مستنيه العريس، ومفيش فيه حيوانات بتتكلم. الجمال البصري في اطلانتس جاي من الستايل بتاعه. الفيلم مرسوم باسلوب الفنان مايك مينيويلا اللي رسم كوميكس هيل بوي لو انت عارفه يعني. الخطوط فيه حاده، الظلال قويه، وتصميم الالات والوحوش الميكانيكيه تحت البحر تحس انهم جايين من عالم تاني. مشهد نزول الغواصه العملاقه في بدايه الرحله والمواجهه مع وحش الليفايزن الالي دي ليفل تاني خالص من الابهار البصري. وقصه مش مجرد رحله، دي بعثه استكشافيه فيها فريق كامل كل واحد فيهم له شخصيه وخلفيه بقى وتاريخ. المهندس الدكتور خبير المتفجرات والمترجم ميلو. الفايلق بيناقش فكره الطمع الانساني وازاي ممكن ندمر حضارات كامله عشان بس الذهب او القوه، وده عمق ما كانش موجود في افلام كتيره وقتها. طب ليه برضو الفيلم ده اتظلم؟ الفيلم ده كان سابق سنه بكتير. الجمهور في 2001 كان متعود من ديزني على افلام زي طرزان والاسد الملك، فلما شافوا فيلم اكشن ومغامرات جد شويه وما فيهوش اغاني حصل نوع من الصدمه كده الثقافيه. النقاد وقتها هاجموه قالوا انه مش ديزني كفايه. وفي نفس السنه اصلا نزل فيلم شريك من شركه دريم ووركس اللي قلب الموازين كلها وخلى الناس تروح للكوميديا وال3 دي وتسيب الافلام الملحميه دي. ذا جود ديناصورز. بيكسار في الفيلم ده عملت حاجه مجنونه، هم قرروا يعملوا تبيان غريب جدا. الشخصيات مرسومه باسلوب كرتوني بسيط ولطيف بس خلفاته والطبيعه اللي حواليهم معموله بتقنيه الهايبر ريلسم او الواقعيه المفرطه. لو شفت مشهد المطر في الفيلم ده او حركه الميه في النهر او حتى شكل السحب والشمس وهي طالعه من ورا الجبال هتنسى تماما انك تتفرج على كرتون. هتحس ان بيكسار صورت ناشويل جيوغرافيك وحطت فيها ديناصورات. الاضاءه في الفيلم ده لوحدها حكايه بتنقلك من جو الغموض والرهبه في الغابه لجو الامل والدفء في السوق الواسعه. اما القصه فهي بتبدا بسؤال عبقري، ماذا لو النيزك اللي قضى على الديناصورات ما جاش فيها اصلا؟ هنا بقى الديناصورات بقت كائنات ذكيه بتزرع وبتبني والانسان لسه كائن بري. ارلو الديناصور الضعيف اللي بيخاف من خياله، وسبوت الطفل البشري اللي بيتصرف زي كلب الوفي بيخوضوا رحله نضوج حقيقيه. الفيلم بيكلمك عن مواجهه الخوف وعن الشجاعه وان هي مش انك ما تخافش لكن انك تتعدى من فوق خوفك عشان خاطر اللي بتحبهم. والفيلم ده اتداس عليه لعده اسباب. اولا انتاجه كان كابوس، المخرج اتغير في نص طريق وقصه اتعدلت كذا مره وده خلى ميزانيته تضرب في السماء. ثانيا والظلم الاكبر انه نزل برضه في نفس السنه اللي نزل فيها انسايد اوت. انسايد اوت كان عامل ضجه جباره وقصه معقده وذكيه، فالناس شافت الديناصور اللطيف انه فيلم بسيط زياده او للاطفال الصغيرين بس، محدش ركز في العبقريه التقنيه والبصريه اللي فيه. والفيلم ده على فكره يعتبر اول خساره
خساره ماليه في تاريخ بيكسار لو انت مش عارف، ومش لانه وحش بس لانه نزل في ظل اخوه كبير الناجح بزياده، ريس اوف ذا جارديانز او نهوض الحراس. لو قلت لك ان في فيلم افنجرز بس لرموز الطفوله، يعني مثلا بابا نويل اللي هو سانتا كلوز وجنيه الاسنان ومش عارف ارنب الفصح ورجل الرمل، كلهم مع بعض في فريق واحد بيحاربوا البعبع، هي دي حرفيا فكره الفيلم. بس تقريبا الفيلم ده من انتاج شركه دريم ووركس، فازهى عصورها، يعني كميه التفاصيل تخض. بص مثلا على رجل الرمل وهو بيستخدم الرمل الذهبي بتاعه عشان يرسم احلام الاطفال، الرمل بيتحرك بسلاسه ولمعان يخليك عايز تلمس الشمس. بص على جاك فروست وقدراته على التلج هنا مش مجرد لون ابيض، دي بلورات هندسيه كده مرسومه بدقه وتحس ببرودتها من ورا الشاشه. الفيلم مش بس حلو للعين، ده مبهر للروح، وبيناقش فكره الايمان مش بالمعنى الديني لكن ايمان الاطفال بالخيال كده والبراءه، وازاي الخوف اللي بيمثله الشرير بيتشر بلاك ممكن يطفي نور العالم ده. جاك فروست هنا هو البطل اللي بيدور على هويته، اللي هو انا مين وليه الناس مش شايفاني، ورحله بحثه عن مركزه او الشيء اللي بيميزه هي اللي بتخلي الفيلم ده فعلا يلمس قلبك وانت قاعد تتفرج عليه. والفيلم ده اتظلم عشان كان التسويق برضه دريم ووركس ما عرفتش تسوق الفيلم صح، الناس افتكرته فيلم للكريسماس او فيلم اطفال تافه، لكن الحقيقه ان الفيلم فيه ضلمه وجديه تخليه مناسب جدا اصلا للكبار. ومش عايز اعيد الكلام انه برضه نزل في موسم زحمه وكان في حاجه تانية نازله. ذا رود تو الدرادو، الفيلم ده حكايه يا جماعه، لو عايز فيلم يحسسك انك في رحله صيف والوان وشمس ومغامره مفيش احسن من الدورادو. الفيلم ده من انتاج دريم ووركس، وفي الوقت ده كانوا بيحاولوا ينافسوا ديزني في ملعبها. بصريا الفيلم ده عباره عن انفجار الوان، مدينه الدورادو مدينه الذهب الاسطوريه مرسومه بطريقه تخليك عايز تمد ايدك جوه الشاشه تلمس الدهب ده. التفاصيل المعماريه مستوحاه من حضاره المياه والازتك، معموله بذوق عالي جدا، الغابات الشلالات وحتى حركه الميه والشخصيات فيها سلسه مش موجوده في افلام كتير. ده غير ان الاضاءه في الفيلم ده دافيه جدا، تحس ان الشمس طالعه من الشاشه فعلا. اما قصه فدي حته تانية خالص، احنا قدام تويلو وميجل، اتنين نصابين محترفين، الكيمياء اللي بينهم هي امتع حاجه في الفيلم. هما بالصدفه بيلاقوا خريطه لمدينه الذهب وبيروحوا هناك، واهل المدينه بيفتكروهم استغفر الله العظيم الهه. الفيلم كان مليان كوميديا ذكيه وسريعه، والموسيقى اللي عملها إلتون جون بتخلي المود بتاعك في السحاب. هو فيلم عن الصداقه الحقيقيه وازاي ان الذهب ملوش قيمه اصلا قصاد الصحوبيه والمغامره. والفيلم ده اتظلم لانه برضه كان نازل في الوقت اللي السينما فيه كانت بتتحول لل 3 دي زي مثلا توي ستوري، فالناس بدات تشوف ال 2 دي انه قديم بقى. غير ان الفيلم برضه كان موجه لكبار اكتر، يعني في كده نكات ومواقف ما كانتش للاطفال خالص، فالتسويق بتاعه تاه هل هو لليافعين ولا للاطفال. والضربه القاضيه كمان كانت في الميزانيه، الفيلم كلف كتير جدا ومحققش ايرادات تغطي التكلفه دي وقتها، فدريم ووركس اعتبرته فشل تجاري وركزت في افلام تانية. ذا برنسس اند ذا فروج، الفيلم ده ليه وضع خاص جدا لانه كان محاوله ديزني الاخيره واليائسه لرجوع عصر الرسم اليدوي. الفيلم بيدور في مدينه نيو اورلينز في العشرينات، وجو الجاز والسحر والمستنقعات. بصريا الفيلم ده شياكه ملوش حدود، الاسلاب بتاعه متاثر بالارت ديكو وده باين في تصميم المباني والملابس، لكن اللي بره الحقيقي بيظهر في مشاهد السحر لما دكتور فيسيليا الشرير بيبدا يغني اغنيته الشهيره فريندز اون ذا اذر سايد. الشاشه بتتحول لسحاب من الالوان الفسفوريه والظلال اللي بتتحرك، والرموز السحريه في لوحه فنيه مرعبه ومبهره في نفس الوقت. وطبعا مش هننسى المستنقع، بيكسار وديزني في الفيلم ده قدروا يخلوا المستنقع اللي هو مكان طينه وضلمه كانه جنه تحت ضوء القمر وشجر الجميز، مع راي الصرصار اللي بينور اللي بيضيف لمسه نور لكل كادر. القصه هنا مختلفه، تيانا مش اميره مستنيه الامير، دي بنت شقيانه بتشتغل في كذا مكان عشان تفتح مطعمها الخاص. الرساله هنا هي العمل الجاد مقابل التمني، وده بصراحه عمق انساني جميل جدا، جنب طبعا الكوميديا اللي بيقدمها الامير نيفين اللي متحول لضفدع ومستني حد يبوسه. ولو هتسالني انا لقيت الفيلم ده كام مره فبلاش اقول لك الرقم عشان هتتصدم. والفيلم ده برضو اتظلم بسبب توقيته والعنوان، ديزني لما سميته الاميره والضفدع الواد الصغيرين مرضوش يروحوا يشوفوه عشان افتكروا فيلم بنات، وده غلط تسويقي ديزني اعترفت بيه اصلا بعدين. ونصيبه تانية ان الفيلم ده نزل مع افاتار، فمش عايز اقول اكتر من كده. باج لايف، الفيلم ده هو الابن المظلوم لشركه بيكسار. بصريا بيكسار عملت تحدي لنفسها، ازاي نخلي العالم من وجهه نظر نمله يبان ملحمي. لو ركزت في الفيلم هتلاقي تقنيات اضاءه جباره، فكره ان الشمس بتعدي من خلال ورقه الشجر فتبان العروق بتاعها، او قطره المطر اللي بتنزل كانها قنبله ذريه بالنسبه للنمل. التحريك بتاع الشخصيات خصوصا فليك النمله المخترعه مليان تفاصيل في تعبيرات الوش، ودي كانت طفره وقتها. ده غير سيرك الحشرات، كميه الالوان والتصاميم المبتكره لكل حشره، الخنفسيه الدوده الفراشه اللي مش عارفه تطير، بجد ممتع جدا للعين. اما قصه فهي مقتبسه من اسطوره
اسطوره الصرصور والنمله من فيلم ذا سيفن ساموراي لو حد عارفه. فكره ان شخص مختلف ومنبوذ من مجتمع فليك هو اللي بيقرر يواجه الضلمه اللي هم الجراد، مش بالقوه بس بدماغه والاختراع. الفيلم ده فيه رسائل عن قوه الجماعه وازاي النمل لو اتحد يقدر يهد جبل الجراد، وهي رساله كده تحسها سياسيه شويه واجتماعيه وعميقه قوي على فكره، بس متغلفه فيلم كرتون. طب ليه الفيلم ده اتظلم؟ الفيلم ده وقع في وسط خناقه في نفس السنه اللي نزل فيها شركه دريم ووركس نزلت فيلم انتز او نمل، وحصل خناقه كبيره بين الاستوديوهين واتهام بالسرقه، فالجمهور اتقسم، والضجه اللي حصلت حوالين الخناقه غطت على جمال الفيلم نفسه، وحوار كبير كان كفيل انه يظلم الفيلم ده. براذر بير او اخويا دبدوب، الفيلم ده بقى فيه حركه صايعه جدا بصريا، نادرا لما تلاقي حد فهمه. الفيلم بيبدا وكانه فيلم عادي، الشاشه بتبقى ضيقه والوانها باهته شويه، وده بيعبر عن وجهه نظر البطل اللي هو كيني، اللي هو الضيقه عن العالم وكرهه للدببه. اول ما كيني بيتحول لدب الكادر بيوسع والالوان بتتحول لدرجات مشبعه جدا ودافيه، وكأن الفيلم بيقول لك دلوقتي بس البطل بدأ يشوف العالم بجد. بصراحه الفيلم ده مستوحي من لوحات المناظر الطبيعيه الامريكيه، الغابات، الجبال المتغطيه بتلج، واهم حاجه الاضواء الشماليه. مشهد التحول وسط الاضواء دي مع الموسيقى الجباره هو واحد من اقوى المشاهد الروحانيه والبصريه في تاريخ ديزني. رسم ميدو هنا وصل لمرحله من النعومه تخليه مريح جدا الاعصاب. القصه بقى توجع القلب بجد. كايني الشاب اللي عايز ينتقم من الدب اللي قتل اخوه، فبتقوم الارواح بتحويله هو نفسه لدب عشان يتعلم يعني ايه حب ويعني ايه تسامح. علاقته بالدب الصغير كودا اللي امه تاهت منه هو اللي بيغير الفيلم، بيناقش فكره ان الوحش في نظرنا ممكن نكون احنا الوحش في نظره، وان الاخوه مش لازم تكون بالدم، ممكن تكون بالمواقف عادي والمشاعر. الفيلم ده برضه اللي ظلمه هو وقته، لانه نزل في الوقت الضايع بتاع رسم 2 دي، واتحط برضه في مقارنه مع الاسد الملك، فداس عليه جامد برضه. ذا امبرورز نيو جراف، الفيلم ده هو الفكاهه بتاعت افلام ديزني. لو كنت فاكر ان ديزني بتاعت اميرات وقلوب، الفيلم ده هيغير فكرتك تماما. الفيلم ده حلو لسبب واحد اساسي، الكوميديا الذكيه. مفيش فيلم انيميشن في تاريخ فيه افيهات بتترمي ورا بعض بالسرعه دي، زي شخصيه ازمه الست العجوزه الشريره ومساعدها كرونك اللي هو اهبل واحد في المجره. هم احلى ثنائي شرير ممكن تشوفه. الفيلم بيكسر الجدار الرابع، البطل بيكلم المشاهد وبيسخر من قوانين افلام الكرتون نفسها. قصه كازوكو الامبراطور المغرور اللي بيتحول للاما ومحتاج مساعده الفلاح الغلبان باشا عشان يرجع بشري، هي رحله جامده جدا، يعني تواضع بس متغلفه في جرعه ضحك عمرك ما هتنساها. كمان بصريا الفيلم الحركه فيه سريعه، الالوان فاقعه جدا ومبهجه، تعبيرات الوشوش مرسومه بافواره مقصوده عشان تخدم الكوميديا. تصميم عالم الانكا في جبال الانديز طالع بشكل حلو جدا، خصوصا القصر بتاع الامبراطور كوزوكو والتحولات اللي بتحصل فيه. والفيلم ده حرفيا اللي ظلمه انه اتولد من رحم المعاناه. في البدايه كان المفروض يكون فيلم ملحمي جد جدا اسمه كينجدوم اوف ذا صن او مملكه الشمس، وكانوا شغالين عليه سنين وصارفين عليه ملايين. فجاه الاداره في ديزني شافت ان الفيلم مش ماشي صح، فقرروا يرموه في الزباله قبل ميعاد العرض بسنتين. المخرج غير القصه تماما وحولها لكوميديا، وتخبط ده خلى ديزني نفسها مش عارفه تسوق للفيلم، هل هو فيلم تاريخي ولا فيلم بيضحك؟ فنزل في السينما ومحدش اصلا اهتم بيه. ميت ذا روبنسون، حرفيا الفيلم ده عباره عن جوهره مخفيه. القصه عن لويس، طفل يتيم وعبقري بيحب الاختراع، بس كل اختراعاته بتفشل لحد ما يجيله ولد من المستقبل اسمه ويلبر وبياخده في رحله لبكره. بصريا الفيلم ده فيه خيال واسع جدا في تصميم المستقبل، فكره الريترو او ازاي الناس في الخمسينات كانت متخيله المستقبل، يعني تلاقي بيوت طايره وسفر عبر الزمن والات غريبه بس بشكل شيك والوان مبهجه جدا. تفاصيل في بيت عائله روبنسون وتحف اللي جوه تخليهم اغرب عيله ممكن تقابلها، وكل واحد فيهم مرسوم بشكل يعبر عن هويته الغريبه اصلا. والفيلم ده حلو جدا لانه بيقدم واحده من اجمل الرسائل في تاريخ السينما، اللي هو كيب موفينج فورد، وصل التقدم للامام. دي جمله حقيقيه لوالت ديزني نفسه والفيلم مبني عليها. الفيلم بيكلمك عن الفشل وانه مش نهايه الطريق، بالعكس ده بدايه النجاح. النهايه بتاع الفيلم فيها تويست قلب الاحداث ودراما تخليك فعلا تعيط وتفكر في حياتك وازاي ان قراراتك النهارده هي اللي بتصنع مستقبلك بكره. الفيلم ده نزل في فتره توهان لشركه ديزني، كانت ديزني لسه بتتعلم اصلا ازاي تعمل افلام 3 دي كامله بعيدا عن بيكسار، والجمهور كان وقتها منبهر بافلام بيكسار زي الفار طباخ. فالناس شافت بوستر الفيلم وافتكرته فيلم اطفال تافه او خيال علمي رخيص، ومحدش كان يتخيل ان في عمق فلسفي ومشاعر بالحجم ده. وسيبني اقول لك ان بكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش بقى تقول لي ايه اكتر فيلم فيهم انت كنت بتحبه، وقول لي افلام مظلومه انا ما ذكرتهاش. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك وتروح تشوف الفيديوهات التانية لانها هتعجبك برضو. اشوفك الفيديو الجاي في حفظ الله.